صراحه الهدف هذاك تفاجئنا اللي ضربه ثابته اللي نقول صحيح ما يحتمل هذاك البيت اللي يدخل علينا. صراحه الفريق انهار من بعد لا دوميناسيون كانت ايطاليا كانوا مدومينين. وحنا الشونجمون تاع الستاف تكنيك اللي دار هذاك شويه عاود غير اجواء المقابله اللي الفريق رجع الدقائق الاخيره اللي كانت باينه باللي غادي نمروا. الشيخ كاداره هذا التعادل يرضيكم؟ يرضينا سي نورمال، خير خساره ويخليكم تحضروا باقي المباريات فوالا جوستومون هذا هو البيت القصير. حنا لو كان خسرنا اليوم شويه كانت تصعب علينا المأموريه. حنا في هذا التعادل يخدم الفريق من جانب النفساني نبريبارو لي ماتش اللي راهم باقي ان شاء الله مع دوميسيل اللي لازم علينا حنا نربحوهم، ولي ماتش على الاكستيريور كما نقول لك ثاني نلعبوا اضعف الايمان انبو ان شاء الله. كلمه الانصار تاعكم اللي جاوا اليوم؟ نشكر الانصار اليوم صراحه نشكرهم بزاف اللي ناصروا الفريق، ونتمنى ان شاء الله الانصار يكونوا في المدرجات في الملعب تاعنا داخل الديره هذه نتمنى ان شاء الله. ما كناش بيان في الماتش، بعدهم سبقوا لينا في اللقاء في بورصه في ديزامي بوندون دخلنا في القوه في السكان. حاولنا باش بور جيري لو ماتش تاعنا on va de garder le score de gérer le match là, essayer de bien marquer le but. On n'avait pas de personne en deuxième temps. Il fallait qu'on ait décidé d'aller نبين في الخط الاسود في الفتره. نقول معالج المقابله هو التغيير الثالث اللي درناه، يعني اللاعب يمشي يسميها نتساءل كيفاش اللاعب في ظرف ثقه وخرج خلى اللاعب خاصه بعد الطرف حتى اللاعب الثاني ما عرف اللاعب بسبب الاصابه مش عارف كان مصاب ولا ولكن خلى الفريق يعني يتفرج اللاعبين في الميدان، خلى شويه خاصه الظروف اللي كنا لازم يعني جوار دو فريشور اللي يقدر يعاون ليكيب لي بور جوي باسكو دو مينيت لافان في الطمور المقبوله. اون اسيي دو فير رونتري الجوار كيكون فري يعاون بور كادي السكور، مي مالوريزمون الجوار اللي تخلي يخرج منا صعب هذا ما عرفش. تسمى السيده اللي ماركت الشيخ التطبيق الاخيره ماشي نقص التركيز واننا كندافع عدديا. المقص العددي تاعنا ديجا ليزون بوتي افون، يعني اللاعبين تاعنا ديرو 80 مينيت كومونس الجوار لا يدخل في 5 مينيت يناريف ما با دو تيرمين لو ماتش سا سي انكسبتابل. ولكن تتحملوا نوعا ما المسؤوليه المدرب اللي يشوفون الحكم مش لا ما نقدرش الحكم نقدر اللاعب تاعي يدخل وخرج. شيخ ابرز رواسي شاك كيفاش تشوف المستقبل تاع الفريق؟ رواسي شاك مي فو با كيما نقولوا يعني الماضي القصير في الفريق كان في 5 جولات جاب النتيجه صريح، يعني ما نقولوا بكل صراحه الفريق ما جابش نقاط في هذه الجولات يعني نقطتين، ولكن ما نقولش بلي الفريق راه في ازمه. نقول الفريق راه دائما عنده الحظوظ تاعو قائمه باش يلعب الماتيا، نعرفوا بيان بلي مش باساج افيد بون الحظ ما كانش معنا اليوم، يعني خاصه في المقابله يعني هادو ولكن في الطمور يتسجل لنا الهدف وكيفيه يسجل لنا الهدف، يعني شيء يعني غريبه باللي الفريق تاعنا باللي ضيع نقطتين، ولكن نقولوا نعاودوا الفريق تاعنا ما ضيعش الامل باش يضمن البقاء تاعنا، لان بقوا 6 مقابلات احنا يكفينا يعني 7 نقاط او 8 نقاط يكفينا باش نربحوا الماتش، ولكن امي في اللاعب في الماتش سا با دي فاسيل باسكو رانا في عدد التنازلي، كل في الفرق اللي تجي يعني خاصه اللي تلعب يعني في اجل البقاء او اجل الصعود راهي تكون مقابله قويه. دونك اون اسي دو سونسيبيليزي اللاعبين تاعنا باش نوعيهم كيما طرف معنا المقابله باش يكونوا يعني قد المسؤوليه تاعنا، ما نفقدوش الامل، لانه لو كنت فقدنا الامل فقدنا الامل يعني كنت فقدنا في مرحله الذهاب للفريق اللي كان فريمون يعني في قاع الترتيب. الحمد لله يعني الفريق راه في وضعيه نقولوا